بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي أجمع ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين. جئت إلى هذه المسابقة نصرة إلى الإمام الحسين المتسابق يوسف الحلي من محافظة باز. ولا عهد ومعهود علينا أبد والله لن ننسى حسينا، ولا عهد ومعهود علينا. سيد الإمام الحسين سلام الله عليك. مو كل السوالف من تمر تموت، مو كل السوالف من تمر تموت، أكي طمها الغبار وتندفن سكته، وتذبح بالعطش من رادة ويذبحوك عطشان وضميرك نخوة شربته، والماي يتبدى وانت ما هميت، وريجك من نشف بزلام بللته، وتعيش الزلم لو 1000 موتة تموت، والتاريخ دوم مخلدك انت، وخيلك من تهد ما تلحق لها الخيل، وملائكة السماء ما ظنها سابقته، يقبض ارواح خصمك ما يعرف شلون، عزرائيل بالطف انت علمته، يقبض ارواح خصمك ما يعرف شلون، عزرائيل بالطف انت علمته، اللي يخاف على الورد خاف الندى يأذيه، شلون ذبحت قدام عايلته، ونحر اصغر طفل من قدمت قربان، وغيرك ما يدز للموت راحلته، كون بكل وقت ننصب عزاء عليك، المثلك ما تكفي شهور فاتحته، وانت بموقفك ظل حاير التاريخ، شاعر ردت وصفه وما تخيلته، شاعر ردت وصفه وما تخيلته. أحسنت. رأي اللجنة المبارك أستاذ ناظم الحاشي. حبيبي يوسف بارك الله بيك وأحسنت وموفق إن شاء الله. الله يسلمك. أنت بالقصيدة ما عندك يعني كخلل وزني، ولكن أكو ملاحظات. يعني هي القصيدة ابتعدت عن الصورة الشعرية أكثر ما تناولت تلاعب بالمفردة، يعني تلاعب بالجزء. تقول هنا اللي يخاف على الورد خاف الندى يأذيه، شلون ذبحت قدام عائلته. أحسنت بارك الله فيك. أشكرك أستاذ. شيء جميل. عجبني هذا البيت اللي تقول بيه نحر اصغر طفل من قدمت قربان، غيرك ما يدز للموت راحلته. صحيح ابو عبد الله قدم كل شيء، اعطى لله كل ما يملك، والله سبحانه وتعالى اعطى للحسين كل ما يملك. انا اقول لك انت موفق ان شاء الله. الله يحفظك. ممنون. استاذ ابو حسنين. الله يحفظك يا يوسف الحلي. الله يسلمك استاذ. كل على بيك وللحله بالمهلي. الله يديم القصيده جميله، وايضا لا تخلو ايضا من الصور حلوه، وعندك نفس شاعر وانت شاعر ايضا. ان شاء الله بالمره القادمه نشوفك اجمل وافضل، وانت اليوم ايضا اجمل وافضل. ممنون. الله يحفظك. الله يخليك. ننتقل جناب السيد سعيد الصافي، رايك كشعر. أتمنى لك كل التوفيق حبيبي يوسف. بعد قلب استاذ. الله يسلمك. موفق عزيزي. الله يسلمك. ياسين. تاج الراس استاذ علي. يسلمك. طبعا هي المسابقات تقام اكيد بها اهداف. طبعا من اهداف المسابقات لاخواننا وابنائنا انه تعبيد وتصحيح الطريق دائما. الجميل بالحسيني المخلص ان شاء الله انه يحاور استاذ ناظم في سبيل يستفاد من المعلومه طبعا، وانه يصحح مساره ويتجه بشكل صحيح. هذا فشي يعني نحسب له حقيقه، يعني يكون بالحسبان. انا ما شفت اللي قبله يحاول بهالشكل ويدافع عن نفسه حتى يستفاد. يعني لازم شلون. شكرا جزيلا. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا يوسف، بارك الله فيك، في ميزان حسناتك. حياك الله حبيبي. المشاركة